عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل وصفة النهاردة، وصفة التوفير. كل الاطفال بتحبها جدا جدا. هنعمل ايه؟ هنعمل الناجتس اللي كل الاطفال بيحبوه. هيبقى هاشش جدا من جوه، ونفس الطبقة الخارجية اللي بنشوفها جاية من بره. شايفين هاشش ازاي من جوه، ونفس الطبقة اللي بتيجي من بره. شايفين الطبقة بتبقى عالية ازاي وماسكة نفسها، والناجتس ماسك نفسه جدا. يلا بينا نشوف الوصفة والمقادير، يلا بينا. معانا ربع كيلو من البانيه، معانا بهارات فراخ، قرفة، فلفل اسود، معلقة توم، ومعانا بابريكا، ومعانا ليمون معانا رغيفين فينو، وهناخد معلقه صويا صوص كمان على الخليط. اول حاجه هنعملها هنمسك الفينو نقطعه كويس جدا صغير، عشان هنفرمه في الكبه، عشان نخفف شويه عن الكبه ما نخسرش الكبه بتاعتنا. وده فينو طري مش ناشف، يعني هياخد وقت في الكبه شويه، بس ما تخافيش هيتفرم ويبقى زي الفل. هنفرم معانا اهو الفينو، احنا فرمنا اول طبق معانا. هنفرم الطبق التاني. انا قطعت رغيفين الفينو، كل رغيف في طبق، وفرمت كل طبق لوحده عشان الكبه بتاعتي احافظ عليها. زي ما انتم شايفين كده، افضل افرم في الفينو لحد ما ينعم معايا، وهينعم معاكي ما تقلقيش. زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله بيتفرم في الكبه زي الفل. بجد الاكله دي توفير يا جماعه، وسرعه، وسهله جدا. يعني لو حد مثلا موظف في رمضان، حد مزنوق مش عارف يعمل اكل ايه والوقت خده، بجد هو الناجتس احسن حاجه. زي ما انتم شايفين كده، هقطع صدر الفرخه عشان نفرمه. طبعا زي ما انا قلت، لازم نساعد الكبه بتاعتنا عشان ما نخسرهاش، مش هيجري حاجه لما نقطع صدر الفرخه ونحطه في الكبه بعدين. زي ما انتم شايفين كده نقطعه. عايزه اقول لكم كمان ان الناجتس دوت موفر جدا، بجد موفر جدا. عامل 11 قطعه من ربع كيلو بانيه. نفرم بقى البانيه بتاعنا، وهنعرف ازاي ان البانيه بتاعنا خلاص كده اتفرموا زي الفل. هنلاقيه بيتجمع زي كوره كده في الجنب في الكبه، يبقى كده تمام. هنحط بقى البهارات كلها، ومعاهم معلقه الثوم وعصره الليمونه، وكمان هنحط سكر، معلقه سكر كده صغيره، عشان تديني حلاوه شويه في البانيه بتاعي اللي هفرمه، او الناجتس اللي هعمله. زي ما انتم شايفين كده، هبتدي بقى احط كل المكونات مع بعضها. الفينو والفراخ، الفينو طبعا مفروم، والفراخ فرمناها خلاص. وهاجي هنا بقى احط شويه بيكنج باودر عشان يديني الهشاشه اللي بنشوفها من جوه. الهشاشه دي بتيجي من من شويه بيكنج باودر. وعمر كان هنا بيحارب عشان ياخد المفتاح. زي ما انتم شايفين، جبت بقى طبق فيه شويه زيت، وطبق تاني عشان احط فيه الناجتس هنا. ما شاء الله ما سبتهوش يريح في تلاجة، ولا ركنته مثلا قلت هحطه ربع ساعه ولا نص ساعه ولا اي حاجه. انا فرمته وحطيت عليه البيكنج باودر. وزي ما انتم شايفين كده، ابتديت اشكل اشكل فيه. زي ما انتم شايفين المكونات مظبوطه جدا. مش سايب خالص خالص. زي ما انتم شايفين زي الفل، شغال معايا زي الفل. امشي على الوصفه والمقادير، والله بجد هتطلعي احلى ناجتس في الدنيا، ومظبوط جدا جدا. زي ما انتم شايفين بيتشكل بسرعه قوي. احنا بنخليها عريضه من فوق ورفيعه من تحت. هو ده الناجتس اللي احنا بنجيبه من بره، والشكل المعتاد بتاعنا. حابه تعمليه بقى بقطعه على كيس كده بلاستيك، وافردي العجينه ديت، وبقطعات كده طبعا اللي عندك، شكل الدبدوبه، شكل فراشه، شكل قلب، اي حاجه. وقطعي الاطفال لو انت حابه تغيري من شكله للاطفال. بعد كده هنجيب الدقيق قد النشا. حطيت دقيق ونشا، معلقتين مثلا دقيق قدهم معلقتين نشا. وجبت معايا كمان الفيجيتار اللي هو معروف قوي دوت عند العطارين، وهحط عليه معلقه من بهارات الفراخ، بحيث ان انا اعلي من طعم الفيجيتار، لان هو ما بيبقاش ليه طعم. هعمل هنزل في الدقيق الاول عشان نعمل بقى الكفر بالظبط اللي بنشوفه جاي بالناجتس بتاع بره. هنزل في الدقيق الاول، بعد كده هننزل في اللبن والبيض، بعد كده هنزل في الدقيق تاني، دي طبعا والنشا، بعد كده هنزل في اللبن والبيض تاني. شايفين؟ هنزل بقى في اللبن والبيض تاني، وبعد كده هنزل فين؟ في الفيجيتار. بس هنا بقى في ملحوظه كده، انا هنا ما حبيتش الفيجيتار خالص وهو سليم. حسيت ان شكله مش لطيف خالص خالص، فاضطريت ان انا امسكه افرمه في الاخر. وهوريكم برضو الشكل ده والشكل ده. اكتبوا لي في الكومنتات انهي فيهم احسن، بعد ما اتفرم ولا هو كان سليم. هيبقى في فرق في الآلية، وفرق برضو في الشكل. دلوقتي بصوا شايفين اللي هو سليم واللي اتفرم. انا حاسه بجد ان اللي اتفرم شكله الطف، وزي اللي بيجي من بره بالظبط. احنا عايزين نعمل حاجه موفره وجميله، وزي ما بتيجي من بره. شايفين؟ اكتبوا لي برضو في الكومنتات رايكم، يهمني انهي فيهم احلى. 11 قطعه اتعملوا من ربع كيلو صدر فرخه ورغيفين فينو. زي ما انتم شايفين بقى، نجيب هنا طاسه معانا، نحط فيها زيت غزير، ونسيب الزيت يسخن شويه حلوين، وننزل بيه ننزل بالناجتس في الزيت على طول. زي ما انتم شايفين كده. بس لونه، يعني لونه بجد جميل قوي ويفتح النفس. شكله فظيع. طلعهم بقى كده،
وكنت بقى عملت جنبيهم شويه رز ابيض وشويه سلطه كده، وحطيت عيش لو حد حابب ياكل بالعيش زي ما انتم شايفين. يعني نغير شويه بقى من المكرونه والرز الاصفر، نغير روتيننا شويه. تعالوا بقى نشوف شكل البانيه اللي اتعمل بالفيجيتار الحبيبات، وشكل البانيه اللي اتعمل بالفيجيتار لما ضربته في الكبه. بصوا شايفين الناعم شكله لطيف جدا ومش محروق، تحسوا ان اللي هو فيه الفيجيتار الحبيبات بصوا من الجناب كده محروق شويه. شايفين ده شكله بجد تحفه زي اللي بيجي من بره. واكتبولي برضه في الكومنتات، عايزه اعرف رايكم ايه. بصوا بقى تعالوا نشوف شكله من جوه هاشش قد ايه ولطيف قد ايه. بصوا الهشاشان، شايفين طبقه، يعني طبقه زي ما بنشوفها جايه من بره بالظبط. دي كانت وصفه النهارده، يا رب تكون عجبتكم.